اللهم ابعد عنا سبعة: الظالم والحاقد والحاسد والمنافق والكذاب والأناني وناكر الجميل. سيدنا عيسى عليه السلام كان يمشي في الصحراء، وكان بصحبته رجل من اليهود، وكان معهما 3 أرغفة من الخبز. فلما أحس سيدنا عيسى عليه السلام بالجوع هو والرجل اليهودي، لاحظ أن الخبز الذي معهم لم يبق منه إلا رغيفان فقط، فسأل الرجل اليهودي: أين الرغيف الثالث؟ فرد الرجل اليهودي قائلا: والله يا نبي الله، ما كان معنا إلا رغيفان. سيدنا عيسى عليه السلام لم يهتم كثيرا بالأمر، وأكملا طريقهما. فمر برجل أعمى فدعاه سيدنا عيسى فشفاه الله ورد إليه بصره. اندهش الرجل اليهودي جدا مما رأى، وتعجب من قدرة سيدنا عيسى، فسأله سيدنا عيسى عليه السلام مرة أخرى: بحق الذي شفى هذا الأعمى ورد إليه بصره، أين الرغيف الثالث؟ فأجابه اليهودي بنفس الرد: والله ما كان معنا إلا رغيفان فقط. استمرا في الطريق حتى وصلا إلى نهر كبير، فقال الرجل اليهودي لسيدنا عيسى: كيف سنعبر هذا النهر يا نبي الله؟ فقال له: قل بسم الله واتبعني. فسارا على الماء حتى وصلا إلى الضفة الأخرى، وهناك سأله سيدنا عيسى مرة ثالثة: بحق من مشى على الماء، أين الرغيف الثالث؟ فرد اليهودي كعادته: والله ما كان معنا إلا رغيفان فقط. فجمع سيدنا عيسى عليه السلام 3 أكوام من التراب، ودعا الله أن يحولها إلى ذهب، فاستجاب الله لدعوته وتحول التراب إلى ذهب. فقال سيدنا عيسى: هذا الذهب لي ولك، الكوم الأول لي والكوم الثاني لي. ثم سكت قليلا وقال: والكوم الثالث لمن أكل الرغيف الثالث. فلم يستطع الرجل اليهودي أن يتمالك نفسه من شدة الطمع، فقال: أنا الذي أكلت الرغيف الثالث يا نبي الله. فقال له سيدنا عيسى: إذن خذ الذهب كله فهو لك. وتركه ومضى في طريقه. فرح الرجل اليهودي فرحا شديدا، وبدأ يحلم بما سيفعله بهذا الذهب وما سيشتريه ويبنيه، ولكنه لم يعلم ما ينتظره. فجأة ظهر 3 فرسان فنزلوا من خيولهم وقتلوا الرجل بطريقة مرعبة، وأخذوا الذهب وقسموه بينهم، فأخذ كل واحد كوما. لكن الشيطان وسوس لأحدهم فقال لرفيقه: ما رأيك أن نأخذ الكوم الثالث ونقتل صاحبنا فيزيد نصيبنا؟ فقال له: قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك واستغفر ربك في التعليقات، فكرة جيدة، لكن كيف؟ قال له: اترك الأمر لي. ثم قالوا للثالث: اذهب إلى السوق واشتري لنا طعاما نتغدى به، وسنحرص نحن على الذهب حتى تعود. فذهب الثالث، وهو في طريقه قال في نفسه: لماذا لا أقتلهم أنا وأستولي على الذهب وحدي؟ فاشترى طعاما ووضع فيه سما، وحين عاد بالطعام قام الاثنان الآخران وقتلاه فورا بطعنات في جسده، ثم جلسا ليأكلا الطعام الذي أتى به دون أن يعلما أنه مسموم، فماتا في الحال. عاد سيدنا عيسى عليه السلام في طريقه فوجد الرجل اليهودي ميتا، وكذلك الفرسان ال3، والذهب كما هو لم يمسه أحد. فقال متعجبا: هكذا هي الدنيا، ماتوا ولم يأخذوا منها شيئا. ثم وضع يده على الذهب ودعا الله قائلا: